السلام عليكم خوتي كنتمنى من عند الله كلشي يكون بخير على خير. خوتي اليوم جيت نشارك معكم طريقتي لتحضير السفوف. كنتمنى من عند الله يعجبكم طريقتي، وكل واحد والطريقه ديالو، كل واحد والتهيئ ديالو، كل واحد سبحان الله. حنا واخا كل مغاربه واحد، ولكن سبحان الله كل واحد وطريقته في تحضير الصفوف، الشباكيه، الرغيف، كل واحد والطريقه ديالو. المهم اخوتي انا ندير طريقتي المبسطه والاقتصاديه والسهله. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي. خوتي انا درت مشيت ما حرقتش الطحين في الدار. اول عام ما حرقتوش في الدار، كان عندي شغل بزاف، ديته الفران قريب ليا. تبارك الله الناس بزاف كيديهم. قلت معليش هاد المره هادي نحرقو برا، ما كاين باس والفا كنحرقو في الدار. يعني الواحد يعني تبارك الله كلشي كيعرف يديرو. انا هاد المره قلت صافي ما ندير شي حاجه اقتصاديه وسهله وما يكونش فيها اليدين بزاف. وما خوتي بديت الطحين ديالي، بديت درت 3 كيلو. هو اصلا ما كيتحرك، كيولي غير 2 كيلو ونص. كينقص الكميه كتنقص. ماما خوتي ديتو خليتو، جيت نكمل المقادير عندي في الدار. خوتي الطريقه هذه جد رائعه. عوض تبقاي تقبطي لوزه بلوزه وتبقاي تنقيها بيديك، هذه كديرها في هذا الكيس هذا ديال الثوب اللي كيتباع لي. زولوا الميكا وردوا هاد الثوب هذا. كلشي دابا تبارك الله في اي بلاد، في اي بلاد مغربي كلهم عندهم. ماما خوتي كنجيب اللوز ديالي كنديرو في الماء كيغلي 2 غليات، كنطفي عليه. انا ما خليتوش هنايا، درتو في الشبكه بالحق، زربت عليه ودرتو في هاد البلاستيكه، ماشي بلاستيكه، هو ديال الثوب. ودرتو بقى لي فازك الواحد، بقيت ديريه يتقطر لك بعدا حتى ينشف لك شويه بالماء. واخا خصو يبقى سخون باش يتفرك لك مزيان. خشيتو في هذا الكيس هذا وفركتو مزيان كيما بان هكا في الاول ديال الفيديو. وتقشر ليا كله، بقات لي غير شي حبات 2 راه الموالفه اللي غنجلس ويشد ليا الوقت ونبقى نقي بوحده بوحده. بالعكس هاد الكيس كيساعدك كتنقي كلشي حتى من حد الكاوكاو. لا دخلتيه الفران وبقيتي كتحركيه تيتقرمل ليك، وجيبيه وديريه في هذا الكيس هذا. راه ما نقولكمش اخوتي كيتقشر لكم بسرعه. كتفركوه هكا كديروا فوق لافابو وكيبقى يتفرك لكم. كتحكوا مزيان مزيان وكيبقى يتفرك لكم. هما اللي موجودين دابا كتسخري ولا كتنساي شي حاجه باش ديري فيها السخره ديالك كيعطيوها لك. المهم اخوتي ما نقولكش ما تعذبتش في اللوز نهائيا. تبارك الله كيلو د اللوز ما حسيتش بيه كي دار نقيته. المهم اخوتي وخليته نشف. انا ديك الليله وجدتهم هكا بحال هاد الليله هكا وجدتهم حتى الغد لي عاد بديت نقليهم. درتو في واحد السيف وغطيته خليته جنب تينشف ليا حتى الغد لي عاد مشيت نكمل من الكاوكاو. ما ما درتلوش الماء وفسختو بالعكس. دخلته انا هكا خوتي الفران بالقشور ديالو نقيته. موالفه كندير السفوف تيجيو مندمين بزاف. هاد المره قالوا لي ولادي عافاك يا ماما نقصي لنا شويه الزيت خليه يجي ناشف. حتى انا داكشي اللي درت. جبت كيلو ديال الكاوكاو، درتو في الفران، بقيت هكا تقليتو مزيان. وجبت هاد الشاصيه هادي وحكيتو فيها مزيان ونقيتو، راه بان لكم في الفيديو قبل. وصافي خوتي وجدت هذاك الشيء ديالي كله درتهم في الميكا. ما وجدتهم هاد الليله حتى الغد لي عاد قديتهم على ما جابوا لي، على ما وجد لي الطحين وداك الشيء ونخلط. ماما خوتي وجبت النافع ديالي وحبه حلاوه حتى هي. صهدتها شويه، كلشي منقي عندي ومغسول. صهدتها شويه وطحنتها. ما وريتكمش اخوتي طريقتي في الطحن. تبارك الله كلشي كيعرف، يعني غير بغيت نشارك معكم انا طريقتي. وجبت واحد 2 معالق ديال القرفه حتى 3 درتهم وتا هما وجدتهم في جنب. وخوتي هادشي اللي كاين. واللوز ديالي تا هو حمرته وطحنته وخليتهم هكاك مهرمشين. انا ما طحنتش، ما كيعجبنيش انا السفوف يكون مطحون بزاف، تيولي غير بحال ما كتاكلي فيه والو. ما كتحسيش بالبنه ديال اللوز ديال الكاوكاو، ما كتحسيش بالجنجلان. بالعكس انا كيعجبني كل حاجه كتبقى هكا طريفات. المهم في الاخر ديال الفيديو تشوفوا طريقتي. المهم اخوتي انا وليداتي كياكلوا هذاك الشيء علاش حتى ندير صافي. نص نص طحنته وتقريبا قل من زيد شويه على ربعة. خليته هكاك صاين باش نزوق به ونزيدو لداخل في السفوف. هذاك الشيء اللي كان اخوتي. ماما اختي وجدت وهادشي كله وجدته. ولا غدت ليه هكا جبت الغانيو ديالي هذا اللي عندي. جبت الطحين ديالي غربلته هو الاول ما غربلته.
اللي بدا خصو باش يزول هداك الحبيب ديالو. جبت الزيت ديالي، انا ما درتش الزبده نهائيا هاد العام، خليت درت غير الزيت اللي موالفين حنا كنديرو هكا كنكون نفضل. ما كنديروش ما تنديرش انا، ما كنديرش الكوزه، ما كنديرهاش نهائيا. عندنا الطونسيو كنتفاداو هاد الشيء هذا السخون كاع بزاف، بركه فيه الكميه ديال القرفه شحال من حاجه فيه، ولكن داكشي صحي. ماما خوتي جبت النافع ديالي تا هو واخا كندير مطحون، عاودت طحنت غربلته. القرفه تا هي عاودت غربلتها. الزنجلان تا هو خوتي حمرته، و تما حمرته فوق البوطه كيبان ليكم دابا. طحنت كميه وخليت كميه هكاك صاينه. كيعجبني هكا كيكون مبين اي حاجه. ماما خوتي ودرت كلشي ديال، درت اللوز، درت كاوكاو، ودرت النافع، حبة حلاوة، درت القرفة، حبة حلاوة، تقريبا شي 3 د المعالق كبارين، وجوج معالق كبارين ديال القرفة عامرين. درت قبيصة ديال الملحة، ودرت هداك الزيت اللي درتو في الكاس، كان قليت فيه اللوز وهزتو هنايا في السوق ديالي. صافي خوتي بقيت كنخلط كلشي مزيان، خلطت معكت مزيان، خاص اليدين والحداقه. المهم الزيت انا درتو خوتي يسخن ليا، تغلى عليه شويه، ماشي غلا باش ما يتحرق لياش، خليته المهم وجبته وخليته تبرد ليا، وبديت كندير المقادير كلهم درتهم. نقصت اخوتي الام ديالي عندها السكر، نقصت ليها حتى خلطته مزيان، عاوتاني زدت ليه السكر كلاصي خوتي. انا درت هنايا نص كيلو ديال السكر كلاصي، ناقصه منه واحد 5 د المعالق هكاك، باش ما يجيش بحال يجي هكا تا كليتي مع اتاي ولا مع قهوه، كيجي هو هكاك حدو قدو. ماما خوتي هكا خلطتو مزيان حتى تبدا كتلق ليا الزيت، راه خليتو ناشف، ما درتوش فيه بالزيت بزاف، راه باين في الصوره في الفيديو هكا عندي.